دخان طالع من عربية حمزة المقلوبة، والناس بدأت تتجمع بخوف. وائل نزل وسهيلة جريت وراه وهي بتترعش. حمزة كان نصه بره العربية، غرقان في دمه ومغيب عن الوعي تماما. سهيلة، حمزة، رد عليا، يا رب استر، يا وائل شيله معايا، لازم يروح المستشفى حالا. وائل بجموده وهو بيبص لحمزة بقرف ممزوج بشفقة. ابعدي يا سهيلة، الناس بدأت تتلم، أنا هشيله معاهم ونركبه أي عربية إسعاف هتيجي. بس قسما بالله يا سهيلة، دي آخر مرة هسمح لك تضعفي فيها قدام الشخص ده. الناس ساعدوا وائل وشالوا حمزة اللي كان بأنفاسه أهلا بيكم في القناة. هنا هتلاقوا عالم من الروايات والقصص والخواطر اللي بتمس الإحساس وبتحكي عن تجارب قريبة مننا كلنا. بنقدم محتوى مكتوب ومحكي فيه خيال وواقع ومشاعر صادقة، يمكن تلاقي نفسك في سطر أو فكرة. لو بتحب الكلمة والمعنى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكون معانا في كل جديد. في همسة ليل تروى حكاية عن خفايا الروح وبداية نهاية. هنا رواية وحكاية، رواية وحكاية. الشقة هس، مفيش غير صوت دقات الساعة وصوت أنفاس سهيلة المكتومة وهي ساندة ظهرها على باب الأوضة من جوه ومربعة رجليها على الأرض. الدم اللي كان على شفتها نشف وعينيها منفوخة من كتر العياط. يا رب، أنا عارفة أني كنت وحشة وعارفة أني أذيت ناس ملهمش ذنب، بس بلاش يكون ده عقابي، بلاش يكون السجن ده هو نهايتي. سهيلة قامت ببطء وهي بتسند على الحيطة، عينيها راحت على الشباك اللي متقفل شيش وخشب. جريت عليه وحاولت تفتحه، بس لقت حمزة داقق فيه مسامير من بره عشان ما تقدرش تفتحه غير حتة صغيرة يدخل منها الهوا. يا واطي يا مريض، قفلته بالمسامير يا حمزة؟ فجأة سمعت صوت حركة في الصالة بره، صوت مفاتيح. جسمها اتنفض ورجعت لورا وهي مرعوبة. افتكرت إن حمزة رجع عشان يكمل اللي بدأه الصبح، بس الصوت كان مختلف، كأن حد بيحاول يفتح الباب بالراحة، مش غشم حمزة. صوت من ورا الباب بهمس حذر: سهيلة. سهيلة، انتي جوه؟ وائل ده انت؟ ايوه انا. حمزة نزل وساب المفتاح مع البواب وقال له يدي السجادة للمغسلة، وانا غفلته واخدت المفتاح وطلعت. انتي كويسة؟ الحقني يا وائل، حبسني وقافل عليا بالمفتاح، ضربني يا وائل وخد تليفوني وقافل الشبابيك بالمسامير، طلعني من هنا. ضربك وقافل عليكي؟ وحياة أمي ما هعديها له. ابعدي عن الباب يا سهيلة، أنا هكسر القفل ده دلوقتي. وائل بدأ يرزع باب الأوضة بكتفه بكل قوته، وسهيلة حاطة إيدها على ودنها وبترتجف لحد ما القفل اتكسر والباب اتفتح. وائل دخل وشاف وشها المورم وشفتها اللي بتنزف، عينيه احمرت وجز على أسنانه. بقى ده اللي قال لي سهيلة تعبانة شوية؟ ده اللي قلت له خلي بالك من أختي؟ خدني من هنا يا وائل، مش عايزة أقعد دقيقة واحدة، ده مجنون، ده كان عايز يموتني. هتمسح على راسها وبياخد نفس عميق. البسي وهاتي هدومك المهمة، انتي خارجة من هنا ومش هتعتبي البيت ده تاني، وحقك ده أنا اللي هجيبه بإيدي، والنهاردة الحساب هيجمع بيني وبين حمزة. سهيلة لسه بتلم حاجاتها بسرعة ورعشة، ووائل واقف عند الباب وعينه بتطق شرار. وفجأة سمعوا صوت مفاتيح بتلف في باب الشقة الخارجي. سهيلة اتجمدت مكانها ونفسها انقطع. ده حمزة رجع. حمزة دخل الصالة ووشه كان باين عليه الغل، ولسه بينادي بصوت عالي يا سهيلة، بس انقطع صوته أول ما شاف وائل واقف قدامه وباب الأوضة مكسور. انت بتعمل ايه هنا يا وائل؟ وازاي تكسر باب بيتي وتدخل كده؟ انت فاكر ان مفيش حد يحاسبك ولا ايه؟ الحساب معايا انا يا روح امك. انت فاكر ان اختي مكسورة الجناح؟ الرجولة انك تصون عرضك، مش تضربها وتحبسها زي الذبيحة. الخناقة بدأت بشرارة. حمزة زق وائل بكل قوته، وائل ردله ببوكس في وشه خلى مناخيره تنزف.
الصالة اتقلبت معركة. حمزة مسك كرسي خشب وكان لسه هينزل بيه على راس وائل، بس وائل لمح الفازة الكبيرة اللي كانت على الترابيزة اللي في ركن الصالة، مسكها وبأقصى قوته وضرب حمزة على دماغه. الفازة اتدشتشت 100 حتة على راس حمزة، وقع على الأرض وهو بيصرخ، ودمه بدأ يسيل بغزارة على وشه، وعينه ملامحها احتفت من الدم. وائل بينهج وبيمسك إيد سهيلة. يلا يا سهيلة دلوقتي، مفيش وقت. وائل سحب سهيلة ونزلوا السلم جري، ركبوا العربية ووائل دور الموتور وطلع بأقصى سرعة وهو بيبص في المراية. حمزة ما كانش لسه فقد الوعي بالكامل، الغل والجنون خلوه يقوم يترنح ودمه مغطي قميصه ووشه مغطي الدم. نزل وراهم زي المجنون وركب عربيته وداس بنزين على آخره. المطاردة كانت مرعبة في الشوارع، وائل بيحاول يهرب بين العربيات وحمزة وراه كأنه شيطان، مش شايف قدامه من كتر الدم اللي مغطي عينيه والدوخة اللي بدأت تسيطر عليه. حمزة كان بيقرب من عربية وائل وعايز يخبطهم من ورا عشان يقلبهم. ايه المجنون ده؟ بيقرب يا وائل، هيموتنا، العربية بتخبط فينا. امسكي نفسك يا سهيلة، المجنون ده مش هيطولنا، ما تقلقيش. وائل لمح ملف ضيق جدا وكسر يمين فجأة خلى العجل يصفر. حمزة بسبب دمه اللي مغطي عينه والسرعة الجنونية ما لقطش الملف وفقد السيطرة على الطارة تماما. العربية لفت بيه وراحت خبطة بقوة في عمود خرساني واتقلبت 100 قلبة، وصوت الانفجار هز المكان كله والدخان غطى الشارع. وائل وقف العربية على بعد أمتار وبص في المراية بذهول، وسهيلة حطت إيدها على بقها وهي بتلهج من الصدمة. شافت عربية حمزة عبارة عن كوم تراب وحديد مقلوب. يلا بينا، لازم نخرج من هنا قبل ما حد يلمحنا. لا يا وائل، لازم نرجع ونوديه المستشفى، ده مهما كان جوزي. جوزك إيه يا سهيلة؟ انت لسه شايفة دمك على وشك وضربه معلم في جسمك، ده كان هيقلب بينا العربية ويموتنا. انت لسه في وعيك؟ يا وائل مش قادرة، المنظر مرعب، العربية اتقلبت بيه 100 قلبة، لو سبناه ومشينا هنبقى قتالين قتلة. ارجع يا وائل عشان خاطري، مش عايزة أعيش بذنب حد. ماشي يا سهيلة، ارتحتي؟ بس افتكري انك بتنقذي اللي كان بيحفر قبرك بإيده. وائل رجع بالعربية ووقف بعيد شوية. الدخان طالع من عربية حمزة المقلوبة والناس بدأت تتجمع بخوف. وائل نزل وسهيلة جريت وراه وهي بتترعش. حمزة كان نصه بره العربية غرقان في دمه ومغيب عن الوعي تماما. سهيلة، حمزة، رد عليا، يا رب استر، يا وائل شيله معايا، لازم يروح المستشفى حالا. وائل بجمود وهو بيبص لحمزة بقرف ممزوج بشفقة. ابعدي يا سهيلة، الناس بدأت تتلم، أنا هشيله معاهم ونركبه أي عربية إسعاف هتيجي. بس قسما بالله يا سهيلة، دي آخر مرة هسمح لك تضعفي فيها قدام الشخص ده. الناس ساعدوا وائل وشالوا حمزة اللي كان بأنفاسه الأخيرة تقريبا وركبوه عربية الإسعاف اللي وصلت بسرعة، وسهيلة ركبت معاه وهي بتبكي، ووائل ماشي وراهم بعربيته وهو بيغلي من جواه. فادي ومنى قاعدين في الكافيتيريا، الضحكة مش مفارقة وشهم، وفجأة تليفون فادي رن. كان رقم وائل أخو سهيلة. ده وائل أخو سهيلة بيرن عليا ليه دلوقتي؟ رد يا فادي، قلبي مش مطمن. أيوة يا وائل. وائل بصوت مجهد ومخنوق: فادي، أنا في المستشفى ومحتاج مساعدة منك، إنك تبلغ مني، تبلغ أهل حمزة إنه عمل حادثة وعربيته اتقلبت بيه وهو بيطاردني أنا وسهيلة. الحالة خطر يا فادي، وسهيلة منهارة وأنا مش عارف هعمل إيه. فادي وقف بصدمة واللون هرب من وشه. إيه؟ حادثة؟ طيب إحنا جايين حالاً، أنتوا في مستشفى إيه؟ فادي قفل السكة وبص لمنى اللي كانت بتترعش من الخوف. منى، في إيه يا فادي؟ فادي بصوت واطي: حمزة ابن عمك يا منى عمل حادثة وهو بيطارد وائل وسهيلة، لازم نروح هناك فوراً. سهيلة لوحدها مع وائل والموضوع شكله كبير، وعاوزني أقول لباباكي يبلغ أهل حمزة بالحادثة. فادي مسك إيد منى اللي كانت بتترعش وطلع تليفونه بسرعة وطلب رقم والد منى، عمي محمود. منى بدموع وخوف: يا فادي طمني، هنعمل إيه؟ وأهل حمزة لو عرفوا هيقلبوا الدنيا. فادي وهو بيستنى الرد: اهدي يا منى، وائل صوته كان مرعوب، وحمزة مهما كان ابن عمك ولازم يتحركوا. ألو؟ أيوة يا عمي،
معلش، خبر وحش يا عمي. حمزة عمل حادثة وعربيته اتقلبت وهو في المستشفى دلوقتي. أيوة، وائل وسهيلة هناك. يا ريت تبلغ أهله حالا وإحنا محصلينكم على المستشفى. الرواق قدام غرفة العمليات كان زحمة. وائل قاعد وحاطط راسه بين إيديه وهدومه لسه عليها آثار عفرة الخناقة، وسهيلة منهارة في الزاوية بتعيط بهستيريا. منى وفادي وصلوا وجريوا عليهم، وبعد شوية وصل وارد منى وأهل حمزة اللي كانوا بيصوتوا. الدكتور خرج من العمليات ووجهه شاحب، الكل جري عليه. طمني يا دكتور، ابني جراله إيه؟ للأسف الحادثة كانت قوية جدا، دخل في غيبوبة كاملة نتيجة نزيف داخلي وارتجاج في المخ، وحاليا هو محتاج نقل دم فورا، وفصيلته نادرة جدا O نيجاتيف. للأسف مخزن الدم عندنا ما فيهوش الفصيلة دي دلوقتي، ولازم حد يتبرع حالا وإلا هنفقده. الكل بدأ يبص لبعضه بذهول. أهل حمزة فصيلتهم مختلفة، ومنى والدها كمان. وائل بصلهم بيأس. فجأة فادي وسهيلة نطقوا في نفس واحد: أنا فصيلتي O نيجاتيف. أنا مراته يا دكتور، اسحب مني اللي انت عاوزه بس يعيش. مش عايزة أموت حد بسببي، وأنا كمان جاهز يا دكتور، يلا بسرعة مفيش وقت. وبص لفادي بذهول واحترام، ومنى عينيها لمعت بالدموع وهي شايفة فادي بيترفع عن كل الخلافات والظلم اللي شافوا منه عشان ينقذ حياة إنسان. فادي وسهيلة نايمين على السريرين جنب بعض، والدم بيتحرك في الخراطيم عشان يروح لحمزة اللي جوه. سهيلة كانت بتبص لفادي بكسرة وندم، وفادي باصص للسقف بهدوء. شكرا يا فادي، بعد كل اللي عملناه فيك انت ومنى لسه قلبك نضيف كده. فادي من غير ما يبص لها: انا مش بعمل كده عشان خاطر حمزة يا سهيلة، انا بعمل كده عشان الانسان اللي جوايا، وعشان ده مهما كان انسان بين الحياة والموت بعيد عن الخلافات، لو في ايدي اساعده هعمل كده، وعشان انت كمان تخلصي من ذنب كنت هتشيليه العمر كله. ربنا يقومه بالسلامة، وساعتها كل واحد يتحاسب على افعاله. منى واقفة ورا الازاز بتبص لفادي بفخر وحب، وهي حاسة انها اختارت راضي بجد، في الوقت اللي كانت سهيلة فيه بتكتشف ان اللي ضيعت عمرها بتجري وراه حمزة ما كانش يستاهل منها كل ده.